طبعا في ظل الأحداث اللي احنا بنمر بيها والفرحة العارمة للشعب المصري، يهمني في الصدد ده ان نتكلم عن مشكلة مهمة جدا الكل مش واخد باله منها. والمشكلة ديت لابد ان هي يتم وضعها قدام الرئيس القادم، ايا كان انتمائه او توجهه الحزبي او الفكري. طبعا انا كنت شفت من فترات فيلم مهم جدا، هو فيلم هندي اسمه انا اسمي خان ولست ارهابيا. الفيلم ده كان بيتكلم عن شخص مصاب بمرض شبيه بالتوحد، والشخص ده والدته رعاته بشكل كويس جدا، وقدر ان هو لما سافر لاخوه في امريكا كانت حصلت تطورات 11 من سبتمبر اللي هي احداث اسقاط البرجين الامريكيين. وطبعا في الاحداث ديت بدا خان يشوف موجه من التعامل العنيف في المجتمع الامريكي، وحاول ان هو يتواصل مع الرئيس الامريكي علشان بس يقول له ان الطفل ابن زوجته اللي هو كان بيربيه وبيعتبره ابنه مش ارهابي، وان هو كمان مش ارهابي. فعشان كده الفيلم اسمه انا اسمي خان ولست ارهابيا. طبعا اللي هيسمع الكلام ده هيقول لي ايه علاقه الفيلم بالرساله اللي انت عايز توجهها للدكتور مرسي؟ انا عايز اوجه له انا اسمي رامز عباس ولست ناقص اهليه. مشكله السم في المجتمع المصري ان هم بيتعاملوا معاهم على ناحيتين، يا اما ناقصين اهليه ما يتعاملوش معاهم كويس في المؤسسات، ومطلوب منهم ان هم دايما يكون معاهم واسع عليهم او مترجم او مساعد قضائي. طب ما فيش ان هو اعتبار ان هم متميزين يقدروا ان هم يعني يقوموا بالامور اللي بيقوم بها الشخص العادي. وفي بعض الاماكن في مصر بيتعاملوا معاهم فاقدين الاهليه ان هم ما لهمش لازمه خالص في المجتمع. فانا عشان كده بنقول ان انا اسمي رامز ولست ناقص اهليه. انا بطلب من الدكتور محمد مرسي ان بصفته الرئيس المنتخب للبلاد ان هو يراعي في التفاعلات الاعلاميه وجود ترجمه اشاريه وترجمه نصيه. ماشي، بس الترجمه النصيه اهميتها الترجمه النصيه ان احنا بنعزز دور القراءه في المجتمع المصري، بنعزز دور الوعي. احنا محتاجين مجتمع واعي، المجتمع ده لازم يقرا كتير. مثلا نقول مثلا الرئيس بيتكلم بيوجه خطاب للامه، مثلا بيناقش الوضع الاقتصادي، انا من حقي اعرف الرئيس قال ايه. ماشي. مشكله الاحزاب والمؤسسات الدوليه ان هي بتفتكر نفسهم كل حقوقهم مش اكتر من مترجم اشاره واقف على يمين او شمال الشاشه عمال يشير بايده يمين وشمال. احنا مش عايزين بس مترجم اشاره، احنا عايزين ترجمه نصيه موجوده على الشاشه بتقول الرئيس بيقول كذا، المسؤول الفلاني بيقول كذا. ماشي، هو بيقول الكلام ده وانا اسمعه واوعاه وابدا احلله واشوف انا كمواطن مصري هتفق مع الكلام ده ولا لا. ايه اللي انا بحتاجه من الدوله، ايه اللي انا بحتاجه من الرئيس. طبعا اعتقد ان الرئيس مفترض يكون قدوه في بلده، ان هو ياسس الوضع وياسس نشر الوعي ده، ان هو يبدا بنفسه يهتم بالنقطه دي، يهتم بوجود الترجمه في كافه وسائل الاعلام، سواء الترجمه النصيه دي مهمه جدا والترجمه الاشاريه، لان فئه السم دي مش شويه. لو احنا افترضنا ان فئه السم حسب الاحصائيات الموجوده 5 مليون، اعتقد ان 5 مليون دولت عدد لا يستهان به. مهم جدا ان احنا نكون متفاعلين في الدوله المصريه ويكون في اهتمام بنا. طبعا الفترات اللي فاتت اثناء الحوارات اللي قام بيها الدكتور محمد مرسي ما كانش بيبقى فيه اي مترجم خالص على الشاشه ولا في اي ترجمه نصيه، برغم الجهود اللي احنا بنعملها واللقاءات مع بعض قاده الاخوان والتفاعل معهم على شبكه الانترنت. عارفين المشكله وبرغم كده ما بيحلوهاش. فعلشان كده انا بوجه الرساله ديت للرئيس الجديد، انا رامز عباس اصم ولست فاقد او ناقص الاهليه، ولا بطلب ان الترجمه تكون موجوده وموضوعه، وبطلب جدا ان الصم بالذات لما يجي يتعاملوا مع حقوقهم لازم ان هم يسمعوهم ويفهموا هم عايزين ايه ويتواصلوا معاهم من خلال الافكار اللي موجوده في دماغهم، ويتم التعامل معاهم باحترام تماما زي ما بيعملوا في الدول المتقدمه وطبقا للاتفاقيه الدوليه. وطبعا في كلام كتير الواحد بيبقى عايز يقوله، والواحد ما يقدرش في اللحظه ديت انه يشكر كافه وسائل التكنولوجيا ان هي بتتيح ليه انه يوصل رسالته في ظل التعميم الاعلامي على مشاكل المهمشين في مصر. واعتقد ان انا برضه هنهي الرساله ديت. انا رامز عباس اصم ولست ناقص اهليه. شكرا.